يا مساء الجمال. حكايتنا بدأت مع ريتشل شو، أستاذة جامعية في جامعة نيويورك، شخصية ذكية وواثقة من نفسها وفي نفس الوقت فرفوشة وما بتحبش النكد، وبقالها سنتين واقعة على شوشتها في حب ريك يونغ، شاب جان وحلو كده وهو كمان بيموت فيها. وفي يوم كانوا بيتعشوا في مطعم، فريك قال لها ما تيجي نسافر يومين عند أهلي في سنغافورة عشان نحضر فرح صاحبي كولين، وبالمرة تبقى فرصة عشان أعرفك على عيلتي، بس اللي هو ما يعرفوش إن الأخبار هتوصل للعيلة قبل ما يطلع من المطعم، وده لأن في واحدة صورتهم مع بعض وبعتت الصورة لأصحابها، وفي ثانية إلا ثانية الصورة انتشرت على السوشيال ميديا بين جروبات عيلة ريك، وفضلوا يدوروا على اسم البنت اللي معاه لحد ما عرفوا أصلها وفصلها، وفي الآخر الصورة وصلت لطنط الحربوقة دي اللي بدورها بلغت ألينور مامة ريك وقالت لها اخس عليكي، مش كنت تقولي ان ابنك هيجيب بنت معاه فرح كولين؟ فالتانية ما كدبتش خبر واتصلت بابنها وقالت له انت هتجيب معاك بنت اسمها ريتشل للفرح؟ وقتها صاحبنا شاف البنت اللي صورته وفهم ازاي مامته عرفت بالسرعة دي، فرد على مامته وقال لها ايوه هجيبها عشان تتعرف على العيلة. فشغل الحموات بدأ بدري، وقالت له لو هتجيب صاحبتك معاك يبقى تقعد انت وهي في فندق عشان انا بعمل توضيبات في البيت. وتاني يوم ريتشل بدأت تجهز للسفر، ومامتها كانت بتختار معاها الهدوم اللي هتقابل بيها اهل ريك. وهنا عايزه اعرفك ان بابا ريتشل كان عامل في مصنع في الصين، ولما مات مامتها هاجرت بيها وهي عيله صغيره وربتها لوحدها لحد ما بقت دكتوره في الجامعه. المهم مامة ريتشل سالتها اذا كان ريك اتكلم معاها عن اهله قبل كده، فالتانيه قالت لك ان عمره ما جاب سيرتهم، فمامتها قالت لها يمكن عيلته فقيره ومش عايز يجيب سيرتهم قدام منك عشان ما يتحركش. بس ريتشل ما يفرقش معاها الحاجات دي، وهي بتحب ريك مهما كان مستواه الاجتماعي. بس المفاجأة ان تاني يوم في المطار وهم بينزلوا الشنط من التاكسي، مندوبة شركة الطيران استقبلتهم وقالت لك انها هتودي الشنط على الدرجة الاولى. فريتشل قالت له هي الولية دي بتكلمنا احنا؟ درجة اولى ايه وبتاع ايه؟ احنا مش حمل المصاريف دي. والحكاية زادت اكتر لما عرفت ان في حجز باسمهم في جناح خاص في الطيارة. ساعتها قالت له هي ايه الحكاية؟ فالتاني قال لها اصل في شغل بين عيلتي وبين شركة الطيران والتذاكر دي مجانا. فريتشل قالت له شكلك كده من عيلة غنية، امال مش باين عليك يعني، ده انا ساعات اللي بدفع تمن العشاء. فريك قال لها اتعودت على كده، فلوس عيلتي حاجه وفلوسي حاجه تانية. والاتنين وصلوا، وكولين وعروسته كانوا في استقبالهم واخدوهم عشان يتفسحوا في سنغافوره، والقعده كانت حلوه وريك كان مبسوط على الاخر. ساعتها كيري اللي هي العروسه وشوشت ريتشل وقالت لها انا اول مره اشوف ريك مبسوط كده، شكله كده بيحبك بجد. وتاني يوم ريتشل راحت تزور بيكي صاحبتها من ايام الكليه، وبعد السلام والاحضان ريتشل قعدت تتعشى مع صاحبتها وعيلتها اللي هم من اغنياء سنغافوره. وقتها بابا بيكي سالها عن اسم صاحبها يمكن يعرف عيلته، ولما صاحبتنا قالت له ان اسمه ريك يونغ عيله بيكي كلها تنحت، وطلع يا سيدي عيله ريك اغنى عيله في سنغافوره. مش بس كده، ده نص البلد ملكهم، وعيله بيكي اللي بيعتبروا نفسهم اغنياء بالنسبه لعيله ريك بتوع مخلل. وقتها بيكي قالت لريتشارد انت لازم تلبسي فستان حلو بدل ما انت عامله شبه الكابوريا الحمراء كده، لان العيله دي اهم حاجه عندها المظاهر. وبالليل الاتنين راحوا قصر عيله ريك عشان يحضروا حفله جدته عاملاها هناك، وبيكي كانت هتموت وتشوف القصر. ولما ريك شافها قال لها انت كده هتوقعيني في حبك بجمالك ده اكتر ما انا واقع، وعزم على بيكي تدخل الحفله، والتانيه طبعا ما صدقت. واول ما دخلوا القصر ريك اخد ريتشارد خبط لزق كده وراح يعرفها على مامته اللي كانت في الوقت ده بتشرف على الطباخين اللي بيجهزوا العشاء. وريتشل يا عيني ما تعرفش اللي فيها، واول ما شافت مامته اخدتها بالحضن، بس التانيه ما عبرتهاش وقالت لابنها مالك خاسس كده ليه؟ انا هحضر لك اكل وابعته لك على الفندق. فالتاني لم الدور وبدا يعرف ريتشل لامه وقال لك انها استاذه جامعيه. فالتانيه قالت لها وعلى كده باباكي ومامتك هم كمان كانوا دكاتره؟ فريتشل قالت لها لا، بابا الله يرحمه كان عامل في مصنع، ومامتي هي اللي ربتني بعد ما هاجرت لامريكا. فالعقربه ضحكت لها ضحكه صفرة كده وقالت لها طيب اتفضلوا على الحفله وانا هحصلكم. بعدها ريك بدا يعرف ريتشل على اهله، وطبعا كلهم مفكرينها انها من عيله غنيه شبههم. وفي وسط الحفله ريتشل كبت عصير على هدوم ريك بالغلط، فسابها مع ابن عمه وطلع يغير هدومه. ساعتها الينور مامته راحت ورا ننوس عين ماما عشان تلبسه، بس هي كانت عايزه تعرف ايه طبيعه العلاقه بينه وبين ريتشل. فالتاني ما ادهاش عقد نافع وقال لك لو في حاجه بجد انت اول واحده هتعرفي. بعدها راح يعرف ريتشل على جدته، وعلى عكس مامته تيتا الحاجه كانت مستلطفاها وقالت لها بتعالي تاني بعد ما الحفله تخلص عشان اعلمك سر الطبخه اللي ريك بيحبها. وتاني يوم ريك والعريس واصحابه عملوا حفله توديع العزوبيه، والبنات ومعاهم ريتشل راحوا منتجع عشان يحتفلوا هناك ويروقوا على نفسهم. وقتها ريتشل اتعرفت على اماندا وقالت لك انها محاميه عيله يونغ، والاتنين قعدوا طول الرحله يدردشوا مع بعض. بس اللي صاحبتنا ما تعرفوش ان اماندا طلعت في الاخر حربايه، وكان في بينها وبين ريك علاقه من زمان وانتهت.
ولحد دلوقتي مش عارفة تطلع ريك من دماغها. والرحلة قلبت نكد لما ريتشل دخلت أوضتها ولقت أماندا مبهدلة لها الأوضة وكاتبالها على الإزاز مش هسيبك تتمتعي بيه. فصاحبتنا لمت هدومها ورجعت الفندق وحكت لريك على اللي حصل وقالت له انت ليه من الأول ما قلتليش انك من عيلة غنية وصعبة قوي كده؟ انا من ساعة ما جيت وحاسة ان الناس كلها عمالة تبصلي بصات غريبة وبيكرهوني. فالتاني طيب خاطرها بكلمتين وقال لها انا هوديكي مكان تفصلي فيه شوية وتنسي اللي حصل معاكي. وراح اخدها على القصر عشان تساعد عيلته يعملوا أكلة شعبية عندهم بيعملوها في الأفراح زي كحك الفرح كده. وقتها ريتشل سألت ألينور عن الخاتم اللي في إيديها فقالت لها الخاتم ده اداهولي بابا ريك لما تقدم للجواز أيام ما كنت أنا وهو بندرس في الكلية، بس أنا سبت الكلية والدراسة بعد ما اتجوزت عشان أهتم بشؤون العيلة وتربية العيال. ساعتها تيتا الحاجة وصلت وقالت لريك انت جبت البنت الأمورة دي تاني؟ بصراحة أنا بتفائل بوشها والست دي هي كبيرة العيلة ولو ريتشل عجبتها يبقى مفيش قوة على الأرض هتمنع ريك إنه يتجوزها. فالعقربة عملت إيه؟ استفردت بريتشل وقالت لها الخاتم اللي انت كنت بتسألي عليه ده بابا ريك صنعهولي مخصوص لأن مامته اللي هي جدة ريك مرضتش تديلها خاتم العيلة عشان ما كانتش موافقة عليها. وبصراحة كان عندها حق لأني ما كنتش عارفة التضحيات اللي أنا هضحي بيها عشان احافظ على العيله دي، وعشان كده بقولك انت مش قد الحمل ده فخديها من قصرها وبعدي عن ابني. وتاني يوم ريتشل راحت لبيكي صاحبتها عشان تحكي لها على اللي حصل وانها هتسافر ومش هتحضر الفرح. فالتانية قالت لها انت خايفه من ايه؟ الناس دي لو شافوكي خايفه هياكلوكي، انت اذكى من كده ولو انت بتحبي ريك بجد يبقى لازم تواجهي، انت دكتوره وذكيه العبي عليهم بذكائك. فريتشل قررت انها تواجه وتاني يوم راحت الفرح بفستان بيكي اختارته لها وكانت عامله شبه سندريلا ولفتت انظار الصحفيين كلهم ليها. ولما دخلت القاعة العقربة وطقم الحرابيق بتوعها ما كانوش مصدقين انها رجعت تاني. وبدأ الفرح وكان خيالي ورومانسي. وقتها ألينور شافت ابنها وهو بيبص لريتشل وغرقان في حبها، عشان كده بالليل قررت تنزل بالكارت الأخير وتهد المعبد على أصحابه وتوقع بينها وبين جدة ريك. وده بعد ما عملت سيرش على أهل ريتشل وعرفت ان مامتها ما كانتش حامل فيها من جوزها وانها حملت من واحد تاني كانت بتحبه. ولما جوزها عرف سافرت بيها على أمريكا عشان تهرب. والكلام ده كان مفاجأة لصاحبتنا وخلى جدة ريك تقول البنت دي ما تنفعكش ولو اتجوزتها هتعرنا وتبهدل اسم العيلة. ساعتها ريتشل سابت الفرح وطلعت جري وفضلت حابسة نفسها في بيت بيكي صاحبتها كذا يوم ودخلت في حالة اكتئاب لحد ما مامتها وصلت من أمريكا وحكت لها على السر اللي كانت مخبياه عنها طول حياتها. وقالت لها كلام ألينور حقيقي، أنا كنت متجوزة واحد بيهن وبيضربني وتعرفت على باباكي وحبيته وحملت فيكي واضطريت أهرب عشان كنت عارفة إن جوزي هيقتلني. وكملت كلامها وقالت لها انت عارفه مين اللي بعت لي تذكره الطيران؟ ريك، انزلي قابليه وشوفيه هيقول لك ايه. وبالفعل قابلته. ساعتها ريك فاجئها وقال لها انا مستعده اتجوزك ونبدا حياتنا مع بعض في نيويورك بعيد عن اهلي وتحكماتهم. لكن ريتشل ما كانتش مخلصها ان يسيب اهله عشان خاطرها فقررت تلعبها بذكاء وطلبت تقابل مامته في مكان بيلعبوا فيه لعبه صينيه زي الدومينو كده بتعتمد على الذكاء وطلبت منها يلعبوا سوا ويتكلموا كلمتين. وقالت لها انت عارفه ان ابنك طلب مني اتجوزه ويسيبك ويرجع معايا امريكا، ما تتخضيش كده، انا رفضت لان ما عنديش استعداد اخليه يخسر اهله عشان خاطري. عشان كده لما ابنك يتجوز واحده تانية ويخلف منها وتبقي قاعده بتلعبي مع احفادك افتكري ان البنت الفقيره اللي مامتها ربتها لوحدها هي السبب في السعاده اللي انت فيها. وبعد كده كشفت ورقها وطلعت هي الكسبانه في اللعبه وسابتها ومشيت. واللي حصل ده خلى ألينور تتاكد ان ريتشل بتحب ابنها بجد وبتتمنى له الخير فراحت له وطلبت منه يلحقها قبل ما تسافر. وصاحبنا لحقها في الطياره وقدم لها الخاتم وطلب يتجوزها. والمفاجأة ان مامته باركت الجوازة وادت له الخاتم بتاعها. وفي النهاية ريتشل وريك بيحتفلوا بجوازهم وسط العيلة في حفلة كبيرة وألينور بتبص لها بصة اللي هو انت قد المسؤولية. وكده تخلص حكايتنا. لو عجبك الملخص ما تنساش تدعمنا باللايك والشير والسبسكرايب. كل وسائلنا على السوشيال ميديا هتلاقيها تحت الفيديو وفي اول كومنت. باي.